حماتي طردتني بره وما رضتش تفتح لي الباب ولا تدخلني. طب كل ده ليه؟ عشان راحت عليا نومه وفضلت نايمه لحد الساعه 7 الصبح. طب اعمل ايه؟ خلي ايه؟ قلت لها بس افتحي وانا هوريكي واخليكي تتصلحي وتبقى مية مية. راحت مدخلاني ودخلت بقى على المطبخ كان الفطار محطوط. قلت مفضي الصينية واروق الحوض واغسل المواعين قبل اي حاجة، لان المطبخ كان كل هدفي ان انا اخليه لها بيلمع عشان خاطر ترضى تقعدني في البيت. طبعا يا جماعة الكلام ده اللي هو بيجيلي في التعليقات، هو انتوا بتناموا بدري وبتصحوا بدري؟ طب هي حماتك بتلزمك ان انتي تعملي كذا؟ يعني في ناس فعلا ما عندهمش اصلا بيت عيلة ولا عندهم عيلة ولا عندهم كل الكلام ده، فبيجيلك كومنتات من دي كتير قوي. يعني بيجيلي كمية كومنتات رهيبة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، قبل اي حاجة صلوا على الحبيب قلبك يطيب، وتحط اللايك، وحياة حبيبك النبي تحط اللايك وتنزلي تكتبي كومنت. لو مش مشتركة في القناة اشتركي، حلفتك بحاجة غالية. بص بقى، كل الفيلم بتاع اول الفيديو ده انا بمثل لكم الواقع، لكن في الحقيقة ما بيحصلش. انا عاملاها كطريقه كوميديه يعني عادي. انا كنت واقفه بتكلم معاها خالص والله، عماله اصور انا وولادي فمصوره فيديو عادي خالص. المهم انا ما بقومش من الساعه 6 ولا الساعه 7 زي ما الناس بتكتب لي في التعليقات او كده، لا. انا ساعات فعلا، ساعات بصحى بدري، ساعات بصحى متاخر براحتي. حماتي طيبه يعني ما بتقولش اي حاجه، وكمان انا معايا بيبي سنه ف... فالدنيا ايزي خالص. يعني انا ساعات بقوم الساعة 8 9 10 على حسب ما بقوم. يعني ابني كده كده بيصحيني يعني، فاهمين؟ لكن هي عمرها ما جت خبطت على الباب، والله يعني شهادة لله، عمرها ما جت خبطت على الباب وقالت لي انت لسه نايمة لحد دلوقتي اصحي. لو راحت عليا نومة، وفعلا في اوقات بيروح عليا نومة وما تخيلوش ببقى عاملة ازاي. يعني ساعات بتروح عليا نومة لحد الساعة 11 او كده، وبتفاجئ بالساعة يعني مفيش اي رد فعل خالص، والله عادي. يعني عندها المشكلة، يعني عندها الموضوع عادي خالص ما بتتكلمش فيه، فعادي يعني. بس بصوا يعني في الوقت ده انا ببقى رايحة اصلا، انا كأنا رايحة مكسوفة منها صراحة يعني. بروح انا مش بفطر والله وحيد عيالي، انا مش بفطر عشان الحق اعمل كل حاجة في الوقت اللي انا بعمله اصلا في العادي لما بصحى بدري. المهم يعني ما بتروح عليا نومة اي حد في بيت عيلة هيبقى فاهم انا بقول ايه، فاهم انا بقول ايه كويس قوي. انا ببقى رايحة مكسوفة يعني. يعني شفتوا اللي عامل عاملة، يعني هي ما بتتكلمش، بس انا ببقى رايحة مكسوفة جدا، يعني حاسة ان انا عاملة حاجة، في حاجة انا غلطانة فيها. طب المهم بروح داخلة على المطبخ، قلب الدنيا مخلصة كل اللي في المطبخ، عاملة البيت كله ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، بتلاقي كل حاجة خلصانة. والله يعني ساعات بقوم الساعة 11 ممكن الساعة 1 تكون كل حاجة خالصة، طبيخ مواعين ترويق كل حاجة. ولو في حاجة بقى إضافية ده بتبقى بعد الغدا. فالمهم عادي يعني الدنيا عادي. في حموات فعلا بتزعق عادي، دي نايمة، دي مش عارفة ايه. بس انا حماتي مش كده صراحة، يعني الحق يتقال، اللي ليا واللي عليا بقول. المهم بقى انا كده كنت شطبت المطبخ. المطبخ يعني انا كنت روقت البيت الاول بره الصاله والركنه والسلم وكده، فده الواجهه بس عشان لو حد دخل البيت وكده، ده اول حاجه تتعمل. المهم دخلت على المطبخ، حماتي كانت هي اللي راحت تجيب السمك، فجابت لي السمك ورحت غسلته بقى يعني غسله حلوه. وطبعا احنا يعني بلادنا عشان بيجيلك كومنت كمان، بلادنا بنشوي السمك زي ما هو، مش بنفتح بطنه. احنا واخدين على كده وطلعنا لقينا نفسنا كده. ممكن مثلا اما بيجي حد عندنا من الصعيد وكده احنا مش بنعمله كده، لان عارفين ان هو مش بيحبوا السمك كده، بس احنا بنعمله كده. حبيت اغسل السمك بقى واحطه لكم كده اوريكم شكله. ما شاء الله يعني انا يعني غسلته وحطيته في الطبق و... وطلعت بره ودخلت لقيت السمك كله واقع على الرخامة وفي الحوض، السمك كله صاحي. وطبعا احنا يعني زي ما قلت لكم
احنا سواحل جنبنا كل مصادر السمك، مزارع السمك جنبنا، البحر الابيض المتوسط جنبنا، يعني ورا بيتنا احنا بنطلع على السطح نشوف البحر، جنبنا بحيرة البرولوس، وعندنا النهر برضو. يعني بصوا عندنا كل حاجة، احنا متحوطين بكل الحاجات دي. فالسمك ده دايما بنجيبه طازة، يعني من عمرنا ما جبنا السمك المسلك ده، فاهمين؟ في بلاد بتروحي تجيب السمك مسلج منها او كده، لا احنا عندنا السمك زي ما انتوا شايفين كده، مفيش واحدة ميتة، لا بيجي لنا كده صاحي ما شاء الله. كان هو سمك بحر بوري اي حاجة بتجيلنا صاحي. قلت بقى البوتاجاز نضيف، بس قلت اما اديله مسحة حلوة كده تمام، عشان المطبخ ما حماتي طرداني بقى لازم ارضيها. اللهم صل على النبي، والله هي اللي عمرها لا طردتني ولا عملتني، الحمد لله يعني علاقتنا كويسة ببعض ومتفاهمين. فالمهم بقى قلت اما اديله مسحة كده يعني على السريع، عشان لو روقتي المطبخ كله والبوتاجاز بتاعك عليه حاجة، والله يعتبر ان المطبخ مش نضيف. البوتاجاز ده لما بيكون نضيف بيبقى المطبخ كله نضيف، سبحان الله. بتلاقي الدنيا كده رايقة معاكي، وبتلاقي النظافة باينة فعلا على المطبخ. يعني انت شلتي وكنستي وغسلتي المواعين والبوتاجاز وحش، لا هو اللي داخل باصص على البوتاجاز. وانتي كمان مش مستنية ان حد يدخل، يعني هو حاجة ليكي ولولادك كمان. حطيتي معلقة وانتي بتقلبي حلة، حطيتي حاجة بتبقى الدنيا نضيفة معاكي، و وبتبقي كده حاسة براحة نفسية. يعني كفاية الراحة النفسية اللي انتي بتبقي فيها ان انتي واقفة في حتة نضيفة فعلا. الحاجة اللي مش نضيفة بتدي كده طاقة سلبية وطاقة مش حلوة كده، بتحسي ان انتي زهقانة فعلا، بتعملي حاجة غصب عنك. انا كده معرفش كل الناس كده ولا لا، لكن بصوا هو ما خدش مني ثواني. يعني المطبخ انا منضفاه، الحيطان مفيش نقطة دهون على الحيطة، الارضية منضفاها، كل حاجة نضيفة في المطبخ يعني ما شاء الله. انا دلوقتي بروق ترويقة سطحية، فاهمين؟ يعني مش محتاجة ان انا اكركب او اغسل حيطان. كل حاجة باينة قدامكم. انا ما يعني من النوع اللي مش مثلا بنظم الحاجة قبل ما اطلع لكم، لا ده انا بطلع لكم بأسوأ شكل ممكن المطبخ يطلع بيه عشان تشوفوا الفرق كمان، فاهمين؟ يعني انا بسيبه كده زي ما هو، انا خلاص هصور اهو المطبخ في الاول اهو، واللي انا هعمله اهو. يعني في ناس كان حد يعني بيكلمني يقولوا، مش عايزه افتح في الكلام والله، بس هو حد يعني عنده قناة يقولوا مثلا احنا بنصور على الحوض ونشيل المواعين نحطها تحت الحوض، لو شافوا تحت الحوض. يعني قرف قرف قرف، مش عارفة هم عايشين ازاي. المهم خلينا ملناش دعوة، الله المستعان. تحت الحوض زي الفل، فوق الحوض زي الفل، الرخامة زي الفل، هخليها زي الفل. طبعا ردلها مسحة كده بشوية كلور، عشان كده يعني مفيش صابون، شوية كلور على شوية مية كده وبتديلها مسحة بتلمع. آه كده يعني الرخامة تمام، الحوض تمام، البوتاجاز تمام، مفاضلش غير الأرضية. يعني الأرضية بقى هي اللي عايزة تنسى، لأن طبعا اللي كان على الحوض اللي كان على الرخامة اللي كان على البوتاجاز نفضته على الأرض. يعني نفضت الحاجات اللي على الرخام على الارض، بحيث ان انا عارفه ان انا هشيل السجاده وهكنس، انما ساعات مش بكنسه، فبلم الحاجات دي واحطها في الزباله على طول. فزي ما انتم شايفين كده كل حاجه على الرخامه على الارض على الارض، حتى لما اجي اكنس فتلاقي آه، ممكن الكنسه كتير شويه عشان انا كده كده نفضت كل حاجه. طبعا السجاده كان واقع عليها ميه وكمان السجاده يعني بتاعة المطبخ دايما بتتهلك دايما بتتهلك. المهم بقى انا شلتها، كان فيها مية حطيتها على السور. طبعا انا مش رميتها كده وجيت الفيديو ده انا بوقفه عشان حاجة كده، انا بتفرج حسيت ان انا رميتها كده قدام الحمام وجيت كنس. لا بصوا بقى، انا شلت السجادة، وقفت الفيديو، ما انا مش هفضل مشغله الفيديو لحد ما اروح احطها على السور بتاع البلكونه وارجع تاني اكنس. لا انا بوقف الفيديو، بعدين بروح انشر، بعدين واجي اكنس واوقف الفيديو واروح اجيب ميه واسيق هكذا. يعني الفيديو ده ممكن ياخد مني ساعتين مثلا شغل، فاهمين؟ هو واصل لكم مثلا في 10 دقايق. مسكت المطبخ خليته زي الفل زي ما انتوا شايفين، رخامة، بوتاجاز، حوض، ارضية،
كل حاجة زي الفل، والبيت زي الفل ومروقاه. وحماتي كانت أخدت السمك راحت تشويه. عملت أنا شوية رز، علقت عليهم ووطيت عليهم ورحت لها بقى، رحت لها عند الفرن. طبعا لقيتها ايه بتخلص خلاص، وحاطه البتنجان بتشوي. عملت لها انا الشرشة وخدتها معايا وانا رايحه. كان ابني عمال يعيط وعمال يزن، فروحت قفلت الفيديو. بعد ما سيقت عملت الشرشة اللي هو في ايديها دي، طبعا ليمون وفلفل اخضر وتوم وشطة وكزبرة وملح وكمون، وكمان فيها طماطماية بتسكر السمك. ففرمتهم في الخلاط ورحت لها بيهم بقى. طلعنا السمك كده من الفرن على الشرشة بتاعته دي على طول. معرفش انتوا بتقولوا عندكم ايه، شرشة ولا بتقولوا ايه؟ بس احنا بنقول عليها الشرشة بتاعت السمك. عملتها لها وخدتها ورحت لها عند الفرن. والله ما بارك، شايفين السمك شكله جميل السمك يعني ما شاء الله. تحفة جدا. بصوا بقى، طريقة البرنجان دي انا بعتمدها على طول الصراحة. بحب احط عليها طماطم وفلفل، يعني زي سلطة كده، فاهمين؟ هي يعني مش سلطة بابا غنوج قوي، بس هو عندنا حماتي ما بتحبش الطحينة، وعندنا طبعا هي اصلا البتنجان ده يعتبر انا وهي مثلا اللي بناكل منه. ان كان جوز ان كان البنات كده ما بيحبوش البتنجان والكلام ده، فهي اللي بتحبه. فانا بعمله وسط، بحيث ان هو ايه، بعمل الطماطمايه والفلفل واحط الكمون والكزبره والشطه والملح عليه زي ما انتوا شايفين. حطيت انا دلوقتي ايه، حطيت الميه اللي بتصفي من البرنجان. لما بتشوي البرنجان كده وتيجي تقشريه بتلاقي بينزل ميه. الميه دي حطيتها على الطماطم والفلفل اللي انا مقطعاهم، وحط عليهم البهارات. وبعد كده جبت، بصوا يعني هي يعتبر نص معلقة طحين، عشان ايه الطحينة ما تبانش في البتنجان. الطحينة ما تبانش ويديلها طعم حلو، وتبقى حلوة وفي نفس الوقت ما تبانش. حماتي ما تلاحظهاش لان هي مش بتحبها، بس البتنجان فعلا بيخلي الطحينة بتخلي البتنجان في حتة تانية. فانا عايزة احليه، فانا هعمل وسط مثلا حتة طحينة بسيطة على البتنجان. وشايفين بقى طعمه والله العظيم كان تحفة يعني جميل. وده السمك مشوي ما شاء الله حلو جدا. وطبعا غرفت شوية رز، الرز مفرفر وجميل اهو. تمام. عايزه اقول لكم بقى انا ليه ما بصورش دايما ان الاكل واحنا بنحطه. احنا ما بناكلش مع بعض صراحه، احنا عيله بس فعلا مش بناكل مع بعض. جوزي بيبقى في الشغل بيجي المغرب، انا بستناه بتغدى معاه المغرب. طيب حماية ربنا يشفيه ويعافيه، ادعوا له ان ربنا يشفيه، عنده جلطه وكده، له دراع واقف لسه يعني. انا بعمل له الاكل وبقشر له السمك، لان هو طبعا مش بيعرف يقشر، هو ايد واحده بس اللي بياكل بيها. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. كل اللي يسمع الفيديو يدعوا له بالله عليكم. فانا حبيت اوريلكم الجزء. انا باجي هنا مثلا لو فراخ كنت بفصصها له الاول، يعني مثلا الفراخ افصصها له من العظم واجيب له الشوربه والرز والخضار وهو بياكل كده كده بايد. دلوقتي انا بقشر له السمك وهو بياكل. عارفين بقى انا يعني حاليا دلوقتي انا كنت بعمل له كل حاجه، سمك مقلي، صياديه، صواني، بقشره له كده، الفراخ افصصها له. لكن انا حاليا عشان سمك مشوي بعمله له، انما لا، لو سمك مقلي او صياديه او كده اقول له يا بابا قشر انت بايدك، حتى لو بايد واحده هتحس يعني تتمزج بالاكل احسن من كده. وهو فعلا بقى يعني هو حب الموضوع. الواحد لما بياكل يا جماعه بايده ويقشر بنفسه كده بيبقى فرق تاني خالص ان حد يعمل له. الصراحه انا واحده من الناس ما احبش ان انا اكل حاجه جاهزه. فالمهم انا بقيت مثلا الفراخ كلها امسكها في ايدك واقطم منها او اقطع منها وكل، عشان تحس بالاكل طعمه حلو، فاهمين؟ فهو كده يعني عملت انا السمك عشان هو مشوي بس مش اكتر. والرز حطيت له بقى سلطة، وما حطيتش سلطة. بصوا كان عندنا فول اخضر، عشان الناس اللي بيقولوا بتاكلوا سمك ازاي مع خضار، ايوه كان عندنا فول اخضر مطبوخ وهو بيحبه قوي الصراحة. فرحت غرفت له طبق كده والسمك والرز، وعملت له البتنجان ومخلل و... وبصل اخضر، والاكل كان متحوك وزي الفل والف هنا اللي كان ده الصينيه الصغننه بتاعته بقى. هي دي اللي عرفت اصورها، لكن حماتي بقى كانت اكلت هي والبنات